بيبدا فيلمنا بليزا اللي بنشوفها وهي بتحاول تصطاد طائر بس بتفشل. اللي بنعرف ان ليزا عندها قوه خارقه من الاطفال المميزين، بس مامتها ديفينا بتيجي عشان تاخدها للبيت بعد ما خلصوا رحله الصيد بتاعتهم. عشان وهم في طريقهم للبيت بتقع ليزا في فخ على الارض اللي كان معمول لصيد الغزلان، وبنشوف ديفينا وهي بتجري على ليزا عشان تساعدها تطلع من الفخ، وبعدها بتاخدها عشان يرجعوا البيت تاني. بس في الوقت اللي كانت بتنيمها فيه بتلاحظ ديفينا ان ليزا درجه حرارتها عاليه جدا، بخلاف ان هي كانت لسه بتنزف من الفخ اللي وقعت فيه في الغابه. بس ديفينا بتسمع صوت غريب بره، وفي نفس الوقت ليزا بتصحى على نفس الصوت عشان ديفينا تسكتها وتطلب منها ان هي ما تطلعش اي صوت في الوقت اللي كانت بتخرج فيه بره عشان تشوف الصوت ده جاي منين. بس لما بتتسحب وبتخرج بتشوف ان الصوت ده جاي من طياره بدون طيار، واللي بنعرف ان الحكومه عملتها بعد الحرب عشان تلاقي الاطفال المميزين اللي بيكونوا عندهم قوه خارقه، وبنعرف ان الحكومه بتاخدهم عشان توديهم اكاديميه تدريب عشان تكون جيش تقدر تكمل حربها بيه. بس اول ما الطياره وجهت النور بتاعها ناحيتهم ديفينا بتضربها بالمضويه عشان ما تتعقبهمش، عشان ديفينا تقول لليزا ان هم لازم يمشوا من المكان هنا فورا ويروحوا على غابه قبل ما الدعم يجي، وده وقتها هيكون مشكله اكبر، وده بيكون بعد ما يولعوا نار في البيت بتاعهم. وبنشوف ديفينا وليزا وهم رايحين الغابه اللي كان لازم يعدوا عليها الاول في الطريق قبل ما يروحوا للمدينه. بس لما بيبصوا حواليهم بيشوفوا كل حاجه بقت متدمره ومهجوره، اللي بنعرف ان دي كانت منطقه حرب، ودي السبب اللي خلى المكان متدمر بالشكل ده. بس قبل ما يدخلوا المبنى عشان يستخبوا فيه من الطيارات اللي كانت بتتعقبهم بيشوفوا راجل اللي كان بيبص لهم بطريقه غريبه، عشان ديفينا تطلع السكينه بتاعتها على طول، بس وقفها وقال لها تهدى وما تخافش عشان ينادي على ابنه اللي بنعرف ان اسمه تريفور بعدها، وبيقول لديفينا انه كان مخبي ابنه برضه من العملاء بتوع الحكومه، اللي خلى ديفينا ترتاح لما سمعت انه زيها وانه مش خطر عليها، عشان يدخلوا البيت بعدها مع بعض. بس فجاه بتخرج ليزا بره عشان تشوف تريفور اللي كانوا بيبصوا لبعض بطريقه غريبه، بس بيقطع الموضوع وبيقول لها ان في طياره بدون طيار على الارض، عشان يطلب منها تريفور ان هي تيجي معاه، اللي قال لها انه عايز يوريها حاجه، عشان يقول لها بعدها ان الطياره اللي بدون طيار بقالها كتير هنا وان هي مش شغاله. بس ليزا بتقرب لها وبتسمع صوت خارج منها عشان تقول له ان هي لسه شغاله، اللي استغرب لانه ما كانش سامع اي حاجه جايه من الطياره. بس لما قرب للطياره لقاها بتتحرك ولقاها فعلا لسه شغاله، عشان ديفينا تظهر فجاه وتكسر الطياره عشان تاخد ليزا وتهرب بيها للجراج بتاع المبنى. بس في الوقت اللي تريفور بيهرب فيه برضه لباباه بيظهر جنود اللي حاصروا تريفور، وبخلاف ان باباه حاول يمنعهم ان هم ياخدوا ابنه، الجنود ما سموش لكلمه من اللي قالها لما اكتشفوا ان تريفور من الاطفال المميزين، عشان يقابل عملاء من الحكومه اللي كانوا جايين لمكان الطياره اللي بدون طيار. بس والده اللي كان بيحاول يمنعهم ان هم ياخدوا ابنه منه بيدرك ان العملاء بتوع الحكومه ما سمعوش لكلمه واحده من اللي بيقولها، عشان بعدها ياخدوا ابنه ويمشوا. عشان نشوف ديفينا وليزا اللي راحوا لجزء تاني من المدينه، بس لما بيوصلوا هناك بتخلي ديفينا ليزا تغطي وشها عشان ما حدش يعرف عمرها الحقيقي، اللي بنعرف ان الحكومه كانت بتستهدف الفئه العمريه دي من الاطفال المميزين. بس وهم ماشيين بتشوف ديفينا فيديو اللي بيكون اعلان الاكاديميه العسكريه اللي كانت الحكومه بتاخد الاطفال فيها هناك، اللي كان بيتكلم شاب اسمه كريستين عن قد ايه الاكاديميه مكان هايل عشان تنمي قدراتك فيها. وديفينا بتتعرف على كريستين اللي بنعرف ان هي كانت مربياه وقت ما كان طفل. بس وهي بتتفرج بتتفاجئ ان في سرب من الطيارات اللي بدون طيار بيجي، اللي وقتها كان بيرمي معونات واكل للناس اللي في المدينه. بس ليزا بتستخبى تاني مع ديفينا عشان يهربوا في الاخر لحد البيت عشان يقابلوا روبي اللي بتكون واحده من صحاب ديفينا القدام، واللي بتكون والده كريستين اللي رحبت بيهم في بيتها، واللي كانت مبسوطه جدا انها شافتها بعد السنين دي كلها. وبعد حبه في الوقت اللي كانت ليزا نايمه فيه بتقول ديفينا لصاحبتها ان هي محتاجه شويه ادويه لبنتها، بخلاف ان الجرح كان متلوث ومحتاج يتغير عليه، عشان تقول لها روبي ان ده هيكون صعب جدا لان الصيدليه دايما بيبقى حواليها جنود وحراسه شديده، عشان تقول لها ان هي شافت كريستين على الشاشات في نفس اليوم الصبح، اللي قالت ان هي بقت فخوره جدا بيه لانه بقى دلوقتي طيار وقائد فريق، عشان تنصح ديفينا وتقول لها ان هي تقدر تبعت ليزا برضه الاكاديميه. بس ديفينا بترفض عشان تقول لها ان ده مستحيل، لان ده لو حصل ده معناه ان هي مش هتشوف بنتها تاني ابدا، عشان روبي تعترض على كلامها وتقول لها ان ده هيضمن لها حياه احسن اكتر بكتير من اللي هي تقدر تقدمه لها، عشان تقول لها بعدها ان مشاركه كريستين في الاكاديميه غيرت حياته، بخلاف انه عايش في مدينه ويكلي اللي بتكون معموله لنخبه الجنوب بس، عشان ترجع وتقول لها ان ليزا هيكون معاها فلوس كتير جدا لو دخلت الاكاديميه. بس الكلام ده بيضايق نيفينا اللي حست ان هي مش فاهماها باي شكل، عشان بعدها تروح تنام جنب ليزا على السرير. بس لما بتشوف ان ليزا التعب بيزيد عليها بتبدا تفكر هي هتعمل ايه وهتعالجها ازاي، عشان مفيش لحظات وتبدا تسمع صوت جاي من بره، عشان لما تروح تبص من الشباك بتلاقي ان في جنود من الحكومه وصلوا، اللي بنعرف ان هم جايين يعملوا تفتيش للبيوت اللي في المنطقه اللي بيكون تفتيش روتيني. بس في اللحظه دي حست ديفينا بالخوف من كل اللي بيحصل عشان كانت خايفه على ليزا، عشان روبي تيجي بعدها وتحاول تقنعها تاني ان هي تسلم ليزا. بس ديفينا بتقعد تفكر لو هيهتموا بيها وهل فعلا حياتها هتكون احسن في مكان زي ده، عشان تقول لها روبي ان ليزا هتكون في حاله احسن من دوت. ورجعت فكرتها بان بنتها متصابه ومحتاجه علاج، عشان ديفينا تفضل حاضنه ليزا وتقول لها ان هم هيروحوا يجيبوا علاج ليها من الصيدليه، عشان ديفينا تخرج بعدها لوحدها من البيت وتقول لواحد من الجنود ان في طفله مميزه جوه مريضه ومحتاجه رعايه طبيه.
وبيدخلوا الجنود جوه بيت روبي عشان يدوروا على ليزا عشان ياخدوها معاهم في الوقت اللي كانت ديفينا ماشيه فيه وقلبها مكسور على ايه اللي هي عملته. عشان بعد 9 شهور و23 يوم بنشوف ديفينا وهي عايشه لوحدها من غير ليزا بعد ما سلمتها. بس في يوم من الايام وهي كانت رايحه للسوق بتقابل حد كانت تعرفه اللي بيكون اسمه راين اللي كان بيكلمها عن التاتو بتاعه، عشان بعدها يكمل كلامه بانه تواصل مع حد المفروض هيساعدهم ويخرجهم بره المدينه، عشان تطلب ديفينا معلومات اكتر عن الموضوع وازاي هيساعدهم، عشان يقول لها ان هي تقابله بعدها بيوم في البيت عنده عشان يقدروا يتكلموا في تفاصيل اكتر. بس بعد ما ديفينا سابته بتروح على الاكاديميه بتاعت الاطفال المميزين عشان تقعد تفكر في ليزا اللي ما شافتهاش من فتره طويله، وبتفتكر وقتها ان هي السبب في ان بنتها في برنامج التدريب بسببها، اللي كانت ليزا فعلا جزء من برنامج التدريب بتاع الاكاديميه. بس في يوم هم في الطابور اللي بيكون قبل جلسه التدريب مديره الاكاديميه بتقول لهم ان لو في حد عايز يروح الاكاديميه بتاعت النخبه لازم يعدي من اختبار القوه الاول، والاختبار ده واحد بس اللي بيكسب فيه، واللي وقتها بيتعين قائد للفرقه، عشان بعدها ترشح واحده اللي بيكون اسمها ايفا عشان تقود الفرقه لحد ما ميعاد المسابقه يجي عشان تعينها بعدها كقائده للفريق. عشان بعدها نشوف ديفينا وهي بتتقابل مع راين تاني يوم عشان يتكلموا بخصوص الشخص اللي كان هيساعده، عشان يقول راين انه دفع لواحد عشان يجيب له جوازات سفر عشان يخرجوا من المدينه ويقدروا يروحوا على مدينه النخبه، وقال لها ان الموضوع ده هيخلص في خلال ايام بسيطه. بس ديفينا كانت قلقانه من الموضوع كله لان بنعرف ان مفيش حد من عامه الشعب بيروح هناك بسهوله. بس راين بيقول لها ان دي كمان هتكون فرصه كبيره عشان تقدري تقابلي بنتك هناك بعد ما تتخرج من الاكاديميه، وبنعرف ان الكلام ده كان اكتر من كفايه لديفينا عشان توافق على كل كلامه من غير ما تفكر فيه للحظه، عشان تروح على المكان الطبيعي بتاعها اللي بيكون جنب بوابه الاكاديميه، اللي بنعرف ان هي كل يوم بتيجي للمكان ده وبتفضل قاعده عشان بس تكون مع بنتها وتحس ان هي قريبه منها. بس لما بتقرر تمشي بتلاقي حصان قريب منها اللي قعدت تسال نفسها ايه اللي جابه هنا. بس في اللحظه دي بتشوف اشخاص اللي كانوا بيهربوا اطفال بره الاكاديميه، بس قبل ما يهربوا بيشوفوا ديفينا اللي بيهاجموها عشان شافته، وقدرت تهاجم واحد منهم بس في الاخر قدروا يخضعوها ويوقعوها على الارض. عشان بعدها نشوف ديفينا وهي بتفوق اللي شافت مجموعه ناس قدامها اللي كانت بتقودهم واحده اسمها تيرا اللي قالت لها ان هم شغالين في انقاذ الاطفال اللي بيكونوا في الاكاديميه وان هي بتخطط لثوره ضد الحكومه. بس بعد ما خلص الكلام رجعت تاني تسالها اسئله زي ما كان اللي جت منه وعمرها وهكذا، عشان ديفينا تجاوب على الاسئله وتقول لها ان هي من الشمال. وفي نفس الوقت رجعت ديفينا تسال تيرا بيعملوا ايه بالاطفال اللي بيهربوهم عشان ما حدش يرد عليها مين اللي موجودين. بس تيرا سالت واحد اسمه انزو لو يعرف اي معلومه عن ديفينا عشان يقول لها ان دي اول مره يشوفها في حياته، عشان ترجع تيرا تقول له ان هي عندها اعتقاد ان ديفينا عندها قوه خارقه زي الاطفال اللي بيكونوا في الاكاديميه. عشان في نفس اليوم بالليل في الوقت اللي كان اعضاء المقاومه متجمعين فيه قائده بتاعه المقاومه بتنادي على ديفينا عشان تتكلم معاها اللي قالت لها عن نبوءه القبيله بتاعتهم اللي بتكون ان في حد هيجي من الشمال لمدينتهم عشان يبقى الوصي والحامي بتاع الاطفال اللي هينقذوهم من الاكاديميه. بس الكل بيتصدم لما بيسمعوا قائده القبيله بتقول لديفينا ان هي الوصيه والحاميه بتاعه الاطفال. بس بعد حبه صغيرين من السهر بعد ما كانوا مرحبين بيها بيجهزوا لها مكان اللي ديفينا كانت هتنام فيه. بس ديفينا بدل ما تنام بتتسحب عشان تروح تطمن على الاطفال اللي انقذوهم من الاكاديميه. بس لما ديفينا شافتهم بدات تزعل اكتر وبتفتكر بنتها ليزا اللي كانت في حضنها وهي اللي سلمتها بنفسها، عشان تيرا تشوفها هناك وتسالها لو كان ليها اي طفل متاخد من الاكاديميه، عشان ديفينا تجاوبها وتقول لها ان هي عندها بنتها ليزا في الاكاديميه، عشان تيرا تقول لها ان هي تحاول قدر الامكان ان هي تنقذ بنتها، وبترجع تطلب منها تاني ان هي تروح تنام عشان ما كانش مسموح لها تفضل في المكان ده لفتره طويله. وتاني يوم بتروح ديفينا عشان تقابل تيرا عشان تقول لها ان هي محتاجه تمشي من المكان ده عشان تنقذ بنتها، عشان تقول لها تيرا ان ليزا وباقي الاطفال اللي في الاكاديميه في خطر. بس ديفينا ما فهمتش هي قصدها ايه بكلمه خطر، عشان بعدها يوضح انزو ان الاكاديميه مش احسن مكان في الدنيا زي ما كل الناس فاكره، وان الاطفال بيمروا بتجارب وتدريبات قاسيه اللي بتخليهم اشبه ما يكون بالوحوش بعد ما بيتخرجوا منها، وده طبعا عشان يبقوا زي العرايس في ايد الحكومه. بس بخلاف كل ده ديفينا اكدت عليهم ان هي محتاجه تمشي برضه من المكان، عشان يقول لها بعدها ان هي لو ما قدرتش تنقذ بنتها قبل ما يعملوا لها غسيل دماغ في الاكاديميه عمرها ما هتقدر تسترجع بنتها تاني او تكون معاها ابدا. وده في الوقت اللي كانت تيرا بتعرض على ديفينا ان هي تساعدها في انقاذ بنتها، بس بشرط ان هي كمان تساعدهم في انقاذ باقي الاطفال اللي هتاخدهم للشمال، عشان ديفينا ترفض كل العروض دي وبتقرر تمشي برضه. بس انزو بيمشي وراها اللي كان بيحاول يقنعها ان هي تفضل معاهم وتساعدهم في خطتهم، عشان تقول ديفينا ان بنتها ليزا حالها احسن بكتير في الاكاديميه، وان الاكاديميه بتوفر لها حاجات كتير هي مش قادره توفرها لبنتها، وبخلاف ان دي حاجات بسيطه بس هي ما كانتش قادره توفرها لبنتها، وده بخلاف المعاناه اللي هي معيشاها فيها، عشان تسيبه بعدها وتمشي. بس لما انزو بيشوف تيرا بيقول لها انه مش متاكد من موضوع ان ديفينا هي الوصي والحامي زي ما النبوءه بتقول، بس تيرا بتقول ان هي متاكده من ان ديفينا هي الوصي والحامي الحقيقي وان هم محتاجين يقنعوها بس مش اكتر. بس في نفس اليوم بالليل بنشوف ليزا وهي بتحاول تهرب من الاكاديميه بالليل، بس كل محاولاتها بتفشل لما الامن بتاع الاكاديميه بيمسكها وبيرجعها تاني، عشان نشوف بعدها
ديفينا وهي بترجع للبيت عشان تلاقي سكان المدينه كلهم ميتين في كل مكان، عشان يظهر راين ويلف حوالين رقبتها سكارف اللي قال لها ان لازم تغطي مناخيرها وبقها عشان في فيروس في المدينه وده اللي يتسبب في موت الناس كلها، عشان بعدها يقول لها ان الحدود هتقفل قريب وان هم لازم يمشوا المكان في اسرع وقت ممكن. وفي الوقت اللي كانوا ماشيين فيه بتشوف ديفينا روبي اللي كانت بتتحايل عليهم ان هم ياخدوها معاهم، وبخلاف ان هو قال لها ان روبي مش هتقدر تعدي الحدود معاهم بيوافق في الاخر ان هي تيجي معاهم عشان نشوفهم هم ماشيين مع بعض، عشان بعدها نشوف الجنود بتوع الحكومه وهم بيوقفوهم اللي قالوا ليهم ان ممنوع خروج اي حد من المدينه بسبب الفيروس، عشان ياخدوهم لباص اللي لما دخلوا جوه قال لهم راين انه يعمل اي حاجه عشان يشتت انتباههم، عشان يديهم وقت يهربوا فيه، عشان يبدا فورا يشتت انتباههم في الوقت اللي روبي بتخرج فيه من الباص. بس روبي بتشوف ابنها قدامها ورافع مسدس عليها اللي كان بيطلب منها ان هي ترجع الباص تاني، عشان روبي تفرح لما تشوفه وتحاول تقنعه انه يساعدها وهي بتقرب له ببطء اللي كانت بتفكره ان هي تبقى والدته، عشان ابنها يرفض يساعدها ويرجع يطلب منها ترجع الباص تاني. بس في نفس الوقت روبي بتقرب من ابنها ببطء بس ابنها بيضربها بالنار عشان يضرب راين بالنار هو كمان في الوقت اللي راين كان بيحاول يهرب فيه، بس انزو بيظهر عشان يضربه بالنار عشان يحمي ديفينا اللي كانت لسه مصدومه، وفهمت وقتها ان كلامهم صح وان بنتها لو قعدت اكتر من كده في الاكاديميه مش هتقدر حتى تتعرف عليها كامها، عشان يقول لها انزو ان هما لازم يمشوا فورا من المكان، عشان تروح ديفينا وتقول لراين ان هي مش هتقدر تروح معاه عشان هي عايزه تنقذ بنتها من اللي هي حطتها فيه، عشان بعدها تمشي مع انزو اللي بنعرف ان هما رايحين لبيتهم اللي بيكون في الغابه، وبنروح بعدها عشان نشوف ليزا اللي خرجوها من الحبس الانفرادي عشان تقابل مديره الاكاديميه اللي بنعرف ان هي اعجبت بيها بخلاف ان هي كانت بتحاول تهرب، عشان تقول لديفينا ان مامتها مش مهتمه بيها وان هي اتخلت عنها، عشان تقول لها ليزا ان ده كذب ومش حقيقي، بس بتوريها تسجيل الفيديو اللي بيوريها مامتها وهي بتسلمها للجنود بتوع الحكومه وقت ما كانوا في بيت روبي، وايه اللي خلى ليزا تتصدم بسبب اللي شافته، عشان كمان تقول لها ان هي عندها كل مقومات النجاح اللي تخليها توصل بسهوله الاكاديميه بتاعه النخبه، عشان بعدها تخرج ليزا وتكمل تدريب بره اللي بنعرف ان هي حطمت الرقم القياسي في سرعه تجميع بندقيه، بس بنشوف ليزا وهي بتتضايق وبتتعصب وبتعترض على ان ليزا نجحت في الاختبار وبتقول ان هي اكيد غشت، عشان ليزا تتعصب وتجري ناحيتها وتهاجمها وبتوقعها على الارض وبتضربها في الوقت اللي كانت مديره المدرسه بتتفرج عليهم، وبعد دقايق قررت توقف الخناقه عشان تعلن ليزا كقائده جديده وبتسال لو في اي حد عايز يتحداها على المنصب ده، بس محدش رد وكان باين عليهم كلهم ان هم خايفين، عشان بعدها المديره تعلن ليزا كقائده للفريق كله باعتبارها الاقوى في الفريق كله. وفي مكان تاني بنشوف اجتماع في القريه وبتقول تيرا لديفينا ان هم لازم يبداوا الليله هجوم على الاكاديميه بسبب ان الجنود بتوع الاكاديميه قدروا يحددوا موقعهم وان ده معناه ان هي مساله وقت قبل ما يهاجموهم، عشان تقول لها كمان ان في جزء منهم هيفضل هنا عشان يحموا القريه في حاله الجنود لو قرروا يهاجموا القريه، وان انزو وديفينا هيهاجموا الاكاديميه، وبالفعل قدروا يتسللوا وينجحوا في ان هم يدخلوا الاكاديميه، عشان بعدها بحبه تلاقي ديفينا ليزا اللي كانت مصدومه ان هي شافت والدتها عشان ترجع تسالها ليه جيتي هنا مع انك الشخص اللي سلمتيني ليهم في البدايه، عشان ديفينا تتاسف لها على اللي حصل وقالت لليزا ان هي كانت فاكره ان هي كانت بتعمل كده عشان ده في مصلحتها، عشان بعدها ليزا تحضن مامتها وتقبل اعتذارها. بس في الوقت اللي كانت بتحاول تهرب فيه مع انزو واحد من الامن بيلاحظ وجوده عشان يشغل انذار في المكان عشان الحراس يجوا ويبداوا يدوروا على الدخيل اللي بيكون موجود في المكان، عشان انزو يختار انه يهاجم الجنود عشان يوفر لهم وقت عشان يقدروا يهربوا، بس ديفينا بتمسك رشاش عشان تساعده وتنقذه في الوقت اللي كانت فيه طياره بدون طياره بتهاجموا فيه، عشان بعدها تروح ليزا وتصحي باقي الاطفال اللي في الاكاديميه عشان يهربوا كلهم مع بعض من المكان ده، وبنشوف انزو اللي كان بيقودهم لبره عشان يوصلهم للمخرج مع ديفين، عشان نروح ونشوف الجنود بتوع الحكومه وهم بيعملوا غاره على القريه، بس تيرا بتطلب منهم ان هم يتجمعوا ويبداوا يشتبكوا معاهم اللي كانت بتقسمهم لفريقين في الوقت اللي كان الجنود بيتجمعوا فيه قدامهم اللي ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس في نفس الوقت بيوصل ديفينا وانزو عشان يفهموا بعدها كلهم ان الحراس عايزين يحاصروهم في المكان ده مش اكتر، عشان واحد منهم يضرب طلقه مضيئه في الهواء، وفي نفس الوقت ليزا كانت حاسه بصوت الطيارات وهي جايه ناحيتهم اللي كانوا كلهم مستغربين من ردة فعلها، بس في الوقت نفسه الطيارات بتوصل عشان تبدا تهاجمه، بس ليزا بتجري ناحيه الجنود والطيارات، وديفينا كانت مصدومه من ان بنتها بتجري ناحيتهم عشان تشوف بنتها وهي بتسيطر على الطيارات اللي حصرت بيها الجنود كلهم اللي انسحبوا من غير ذره تفكير لان هم ادركوا ان هم هيبادوا في المكان هنا، بس في جندي كان مستخبي اللي كان بيحاول يضرب نار على ليزا، بس ديفينا انقذتها واخدت الرصاصه بدلها عشان يهاجموا الجندي ويقتلوه فورا، بيرجعوا لديفينا تاني عشان يقدموا ليها الاسعافات الاوليه ويغطوها بعدها ببطانيه، بس ديفينا بتسال ليزا بعدها ازاي قدرت تتحكم في الطيارات وازاي قدرت تعمل كل ده، عشان ليزا تفضل بصلها وساكته وما تردش عليها اللي بعدها حضنتها وهي ساكته برضه، واللي بنعرف ان ليزا هي اللي النبوءه بتتكلم عنها وان هي اللي تقدر تغير العالم كله وتنقذ باقي الاطفال. بس وبيخلص الفيلم على كده، وما تنساش
تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد.